لامين يامال يفاجئ المنتخب المغربي بعد خسارته من فرنسا بعد مباراة بلجيكا واسبانيا، ويقصف جبهة صحفي فرنسي تطاول على الأسود، زلزال مدو يهز الأوساط الرياضية العالمية بعد التصريحات النارية والتاريخية التي أدلى بها النجم الشاب لامين يامال عقب مباراة بلجيكا، والتي تزامنت مع خروج المنتخب المغربي، حيث سأله صحفي فرنسي وقال له: لامين، انتهت المباراة، ولكن يبدو أن عقلك وفكرك كانا مشتتين بسبب خروج المغرب بالأمس أمام فرنسا بهدفين نظيفين، فما هو تعليقك على انتهاء الحلم المغربي؟ لامين يامال: سأكون صادقا معكم وأمام العالم كله، هذا اليوم هو أحد أكثر الأيام حزنا وألما في حياتي كإنسان وكلاعب كرة قدم. لقد بكيت وبكيت بكاء مررا وشديدا خلف الشاشات وأنا أشاهد صافرة النهاية تعلن خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا. لم أستطع حبس دموعي لأنني كنت أتمنى من كل جوارحي وقلبي أن يغرس الأسود مخالبهم في نصف النهائي ويصلوا إلى أبعد نقطة ممكنة. قلبي كان هناك في الملعب ينبض مع كل لاعب مغربي ومع كل مشجع في المدرجات. لقد اندهشت تماما من مستوى صديقي إسماعيل الصباري، ما قدمه في كأس العالم كان مذهلا وخرافيا قبل إصابته المفاجئة، وأنا واثق تماما أنه لولا هذه الإصابة اللعينة لاستمر المنتخب المغربي في البطولة وتأهل، لأنه لاعب مؤثر ومحرك حقيقي للفريق. لقد اتصلت به فورا وهنأته على هذا المستوى الرائع، واتفقنا وسنجتمع سويا بعد المونديال مباشرة، فنحن أصبحنا أصدقاء مقربين جدا. وأيضا أنا منبهر للغاية بأداء النجم الشاب أيوب وعدي. لقد قدم بطولة استثنائية وكان له تأثير هائل مع المنتخب المغربي في هذا المونديال، وأنا شخصيا سأنصح إدارة برشلونة بالتعاقد معه فورا، لأنني أعتقد بثقة أنه سيكون واحدا من أبرز وأقوى لاعبي خط الوسط في العالم بأكمله خلال السنوات القادمة. كما اتصلت أيضا بأشرف حكيمي وبحارسنا العملاق ياسين بونو. صراحة بونو هو أفضل حارس في المونديال على الإطلاق، وأنا حزين للغاية من أجله، وبالنسبة لي أفضل حارس في العالم كله، وأنا حزين جدا لخروجه بهذه الطريقة. اسمعني جيدا أيها الصحفي، خروج المغرب اليوم ليس نهاية المطاف، بل هو مجرد كبوة عابرة لمنتخب عظيم. أعدك أن المغرب سيعود في مونديال 2030 لينتصر ويزأر بقوة فوق منصات التتويج، لأن الدم المغربي الذي يسري في عروقي يرفض الانحناء، والأسود لا تموت. على جانب آخر سأله صحفي إسباني: لامين، أنت ترتدي قميص منتخب إسبانيا وتدافع عن ألوانه، وعليك أن تلتزم كليا بالهوية الإسبانية وتقاليدها وتترك هذه الطقوس الإسلامية كالسجود خارج الملاعب. لماذا تصر على السجود بعد الأهداف؟ لامين يامال: أنا ولدت هنا في إسبانيا وأحمل قميص هذا المنتخب بكل احترافية وإخلاص داخل الملعب، لكنني في نفس الوقت مسلم والحمد لله، وسجودي على العشب ليس استعراضا، بل هو أسمى لغات الشكر لله الذي منحني هذه الموهبة ووفقني في مسيرتي. والدي مغربي مسلم، وجينات هذا الدين وهذا الوطن تسري في مجرى دمي، ولن أتخلى عنها أو أنسلخ منها أبدا لإرضاء عقدك النفسية أو إرضاء فئة لا تقبل الاختلاف. عندما أسجل هدفا أنا لا أعتذر لأي مخلوق عن إسلامي أو عن أصولي العربية والمغربية، بل أرفع رأسي بها عاليا ليعلم الجميع من أكون. إسبانيا الحقيقية التي أعرفها تتسع للجميع ولحرية المعتقد والتنوع الثقافي، أما خطابك الإقصائي الضيق فلن يغير من واقعي أو قناعاتي شيئا. سأستمر في السجود شكرا لله بعد كل هدف أحرزه، وسأظل أفتخر بأبي المغربي وجذوري أمام الكاميرات. وإن كان هذا المشهد يزعجك أو يؤلمك فأنصحك بالبحث عن رياضة أخرى تتابعها، لأن هويتي وديني خط أحمر لا تملك أنت ولا أي صحفي غيرك حق مناقشته أو تقييمه. من ناحية أخرى سأله صحفي أمريكي: لامين، يلاحظ الجميع أنك تصر دائما على وضع علم المغرب على حذائك الرياضي الخاص بجانب علم إسبانيا، ألا يوضح هذا وجود نوع من التشتت في الولاء والالتزام للدولة التي تلعب باسمها ومنحتك الشهرة؟ لامين يامال، هذا الحذاء الذي تراه لا يمثل تشتتا في الولاء كما تزعم، بل يمثل الوفاء المطلق والجذور الحية التي نبت منها. العلم المغربي الموضوع عليه هو تكريم بسيط وإشادة مستمرة برحلة الكفاح الشاقة والتضحيات العظيمة التي قدمها والدي المغربي الذي تحمل الصعاب ليوجهني ويشجعني لأقف أمامك اليوم كلاعب محترف في أكبر البطولات. الولاء الحقيقي لا يقاس بإنكار أصلي أو نسيان عائلتي، بل يقاس بالعظيم
العطاء اللامحدود والتضحية التي أقدمها داخل المستطيل الأخضر لصالح إسبانيا في كل دقيقة. وفي نفس الوقت يظل المغرب وطنا نابعا من أعماق روحي ووجداني. الجماهير المغربية والعربية هي سندي وعزوتي الحقيقية، ووضعي للعلم على حذائي هو رسالة حب ووفاء لهم بأنني لم ولن أنسى يوما من أين أتيت، ومهما بلغت من الشهرة العالمية سأظل ابنا لتلك الجذور. أنا لاعب عالمي بهوية مغربية إسلامية راسخة لا تتزعزع، ومن يرى في تكريم الوالد والاعتزاز بالأصل تشتتا فهو شخص لا يفقه شيئا عن معنى العائلة أو الوفاء الإنساني. على جانب آخر سأله صحفي إسباني ثان لمين بالنظر لما يحدث حاليا: هل أنت نادم الآن على تمثيل المنتخب الإسباني بدلا من المغرب؟ لامين يامال: نعم، سأكون صريحا معكم، أنا بالفعل أشعر في أوقات كثيرة جدا بالندم الشديد لأنني اخترت تمثيل المنتخب الإسباني، والسبب هو أنني دائما وأبدا أتعرض هنا للعنصرية المستمرة. الشارع الرياضي والإعلام الإسباني يعاملونني دائما كمعاملة المهاجر المغربي، ويعاملونني معاملة سيئة للغاية ومليئة بالعنصرية. لقد شاهدنا جميعا كيف يحملونني وحدي مسؤولية أي خسارة يتعرض لها المنتخب. في حال الخسارة يوجهون كل الاتهامات والسهام ضدي أنا فقط، متناسين تماما أنني ما زلت لاعبا صغيرا في السن، وأن هناك لاعبين كبارا وأصحاب خبرة في المنتخب الإسباني، لكن كل الاتجاهات والضغوطات تكون ضدي أنا بمفردي، لأنني دائما أفتخر بأنني مغربي وأحمل دما مغربيا ولكامل الشرف والاعتزاز بذلك، وكان يشرفني جدا تمثيل منتخب بلدي الأصلي المغرب. ومن هنا أعلنها بصوت واضح: إذا ظلل المتطرفون والعنصريون الإسبان يهاجمونني بعد مباريات برشلونة أو مباريات المنتخب الإسباني فلن أصمت، سأذهب مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وسأغير جنسيتي الرياضية فورا من الإسبانية إلى المغربية. هذا حقي القانوني الخالص، فهناك بند رسمي في لوائح الفيفا يسمح للاعب بتغيير جنسيته الرياضية إذا ثبت تعرضه للعنصرية والاضطهاد، وسأفعلها دون تردد لأرتدي. من ناحية أخرى سأله صحفي إنجليزي: لامين، الإحصائيات الرسمية الأخيرة تؤكد أنك اللاعب الأكثر تعرضا لخطاب الكراهية والعنصرية في الملاعب الإسبانية بسبب أصولك وخلفيتك. هل تشعر بالعزلة أو الخوف من هذه الجماهير التي تصدح باسمك؟ لامين يامال: خطاب الكراهية والعنصرية الموجه ضدي هو السلاح الوحيد للعاجزين والضعفاء الذين يفشلون تماما في إيقاف أو مجاراة داخل المستطيل الأخضر، فيلجؤون جبنا لمهاجمة ديني واسمي العربي خلف الشاشات أو في المدرجات. أنا لا أشعر بالخوف أو التراجع، بل أشعر بالشفقة التامة على جهلهم وضيق أفقهم. عندما يهاجمون اسمي يزداد فخري واعتزازي بأنني أملأ الدنيا بشاب اسمه لامين يامال، وهو اسم عربي إسلامي مغربي أصيل يرغم الجميع على احترامه بالأداء. كل هتاف عنصري يطلقونه ضدي أترجمه فورا في المباراة التالية إلى هدف حاسم يمزق شباك الخصوم ويجبرهم على الصمت. عائلتي الكريمة علمتني منذ الصغر أن كرامتي وديني هما مصدر قوتي الحقيقي، وسأظل ألعب وأنتصر وأسجد رغما عن أنوف كل المتطرفين والعنصريين، لأن إنجازاتي وأرقامي هي الرد الساحق الذي يخرس ألسنتهم ويبقي رأسي ورأس كل مغربي ومسلم مرفوعا وشامخا في هذا العالم الشاسع، ولا يهمني كلامهم. وفي الختام يا أصدقاء، شاركونا آراءكم في خانة التعليقات بشأن هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتابعوا كل جديد. إخوة، النصيحة لأي واحد كيتعصب: إلا كنتي كتعصب من الأفضل لك ما تفرطش في الكورة. راه شحال من واحد بسبب الكورة سكت ليه القلب. هادشي راه سمعناه وشفناه الإخوان. الكورة الإخوان فيها الرابح وفيها الخاسر. حنا كنتفرجوا وكنشجعوا المنتخب ديالنا وديما مغرب.